السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك كل حبايبي، ازيك كل مشاهدين داخل مصر وخارج مصر. تعالى اوريكم خير سطحنا زارع ايه والجمال اللي فيه. طبعا اول مرة حبايبي ازرع البامية في السطوح. بصوا حبايبي، جميلة جميلة جميلة، وابتدت ايه هتبتدي تنور اهي. اللهم صل على النبي. بصوا حبايبي هتبتدي تنور اهي، عشان طبعا هتطرح. زراعتها سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. زراعة البامية فوق السطوح سهلة جدا ما شاء الله. لقيتها اسهل حاجة زراعة البامية على السطوح. انا كنت مفكراها صعبة، بس لقيتها ما شاء الله طالعة جميلة جميلة وبتطلع بسرعة اهي يا حبايبي. بصوا ما شاء الله، بصوا جمال البامية وهي لسه كمان صغيرة ما كبرتش لسه، بس انا بجيبها لكم خطوة خطوة اهي يا حبايبي. طبعا اللي عاوز يزرع يجيب خير سطحنا هيلاقي ملوخية مزروعة فيه من الاول خالص، من التقاوي والبامية والحاجات دي. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا الجمال، جمال البامية يا حبايبي. اول مرة ازرعها وهي لسه كمان صغيرة وابتدت ايه تنور، عشان طبعا هتطلع القرون ما شاء الله. خير الصيف، الصيف بيبقى عاوز زرع مخصوص اهو يا حبايبي. شايفين اهو، ادي الباميه عامله زي ما يكون في غيتها اهي. خير سطحنا ما شاء الله. اللهم صل على النبي. حبايبي اللي شفنا اول مره يعمل لايك، واللي شفنا اول مره يعمل اشتراك، يفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من خير سطحنا يومياتهم وزياد. طبعا يا حبايبي اهيت. وهنا طبعا الفلفل ما كانش عندي فلفل السنه دي خالص، ربنا يبارك لي في السنه دي اهوت، وزرعت كتير. بص ابتدى ينور رخر اهوت. زرعت فلفل بقى ما شاء الله كتير قوي، وزرعاه معاكم بردك وموريلكم في القناه اهو يا حبايبي. اهو بصوا الجمال ده ما شاء الله اهو يا حبايبي. حاجات جميله 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 وتشجع انت تزرعي. كفايه الفلفل لما بينفع عندي صدقوني انا ما بشتريش، باخد من السطوح. اطلع فوق مثلا محتاجه قرن، محتاجه حاجه، وبيبقى طازه وجميل وحاجه نضيفه اهو يا حبايبي. وهنا طبعا انا جايه تحت الباميه هنا. بص حبايبي، بص الجمال ده، ده ملوخيه نضيفه جميله اهي تحت ايه شجر الباميه. الباميه اهي، بصوا شجر الباميه باين اهو، وزرع في نفس الايه الجردل مؤاخذه فيه الملوخيه. طبعا الملوخيه لما تكبر هشيلها بقى مره واحده وهسيب الباميه تاخد ايه حريتها. فانا مستفاده بدل من حاجه واحده حاجتين اتنين، مستفاده بدل حاجه واحده حاجتين اتنين اهو يا حبايبي. بصوا الملوخيه ونضافتها جميله ازاي. الملوخيه ونضافتها، الملوخيه سهله جدا. انا زرعها لكم على القناه، لو حد عاوز يجيبها. شوف انا بزرعها زرعتها سهله جدا والله. كل حاجه سهله حبايبي. بتجيب التراب وتروحي ساقيه التراب ميه، وبتروحي رش عليه من على الوش، بتطلع بقى لوحدها، ولا بتغرزها في تراب ولا اي حاجه اهي. بص الجمال ده، وحاجات نضيفه ولا مخرمه ولا اي حاجه، حاجات تشجع تاكلها نيه. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا ده فلفل اهو، انا فرحانه بالفلفل اكتر كمان عشان الفلفل كان السنه اللي فاتت ما عنديش وبقيت محتاسه. زرعت بقى فلفل السنه دي كتير قوي، ان شاء الله هبقى معاكم وهوريهولكم. هنا طبعا ايه النعناع الجميل البلدي، النعناع البلدي يا حبايبي اهو رخر. بص حبايبي خير سطحنا جايب ايه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حاجات جميله بصراحه وتفرح. انا ببص اما بغيب يوم عنهم اكن حاجه ناقصانش، اما بغيب يوم عنهم حاجه ناقصاني اهو يا حبايبي. وطبعا انا زرعه الجرجير اهو. بصوا الجرجير هبتدي بردك اخد منه كل ده، انا مخلياه عشان باجي في العيد المحلات بتبقى قافله، اطلع اخد بقى اللي انا عاوزاه. اخد ملوخيه، اخد مثلا جرجير، اخد اي حاجه محتاجاها بدل ما انا محتاسه في العيد. احنا عندنا المحلات بتقفل بالاسبوعين في العيد، مبقاش غير في سوبر ماركت والحاجات دي بتبقى شغاله.
فانا بدل ما اروح ادور ولا الكلام ده، انا بروح بقى واخده من خير سطحنا في ايام العيد، في ايام رمضان، الكلام ده كل حاجه بتنفع في البيت. اهو الست الشاطره تعمل كل حاجه. وممكن في بلكونه، يعني المجموعه دي ممكن تزرع في بلكونه. بص يا حبايبي الجمال ده ممكن يزرع في بلكونه، سهله جدا. بس اهم شيء يكون الطينه ضمنها، والطينه تكون حلوه. اختبر الطينه، يوم ما طلعتش حاولي بردك ازرعي مره واتنين، قلبيها وازرعي مره واتنين وتلاته عادي، ما تيأسيش لغايه ما الطينه تتظبط معاكي. هتلف تلاقيها تطلع لك بقى زرع حلو. اهو يا حبايبي الجمال ده. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وانت طبعا يا حبايبي، انا طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا عامله شكل العلبه ديت، انا عاملاها مشتل بزرع فيها كل حاجه، اي بذور اي حاجه برميها عندي فيها تقوم تطلع. هنا طلعت ايه القوطه الجديده، هي طالعه قوطه. طبعا القديمه خلصت، القديمه خلاص خلصت، فاحنا بقى ايه هنزرع الجديده. بص اهي يا حبايبي دي قوطه اهي، وده خس وفلفل. اي تقاوي عندي بروح راميها فيها، تطلع وقت ما تطلع اخد منها بقى وانقل بالطريقه ديت. ادي الجرجير برضك زي ما قلت لكم باخده مثلا في عيد، في اجازه يكون مفيش محلات، مفيش حد بقى يعني بيبيعهم، بروح واخده منه. بص يا حبايبي اللهم صل على النبي. هنا الجرجير اهو، بروح واخده منه. وهنا فلفل برضك كتير، انا عامله فلفل كتير اهو. والخيار اللهم صل على النبي، الخيار كبر وبقى حلو اهو. الخيار يا حبايبي بصوا، الخيار رخر ما شاء الله. وهنا الريحان عامله جنبي هنا للريحان اهو. بص جمال الريحان اهو يا حبايبي. كل ده ممكن يتعمل في قصاري على سور البلكونه اهو يا حبايبي، سور البلكونه. وممكن تعمل عليها ستاره عشان الحر. كل حاجه يعني اللي ما عندوش سطح ممكن يعمل قدام باب شقه، ممكن يعمل اللهم صل على النبي على سور بلكونه. فكل حاجه ممكن تعمليها اللي نفسك فيها. شفت الجمال ده والحلاوه دي. وهنا طبعا الريحان كنت شكلاه ما شاء الله ابتدى يدق يعني ابتدى ايه يكبر. كان الاول عشان شكله لسه دبلان فكبر بقى اهو شويه. ده ريحان حاجه الصيف. ودي شجره الريحان الكبيره اهي يا حبايبي. اللهم صل على النبي. خير سطحنا. ودي مشتل بردك عامله لي الفلفل اهوت، باخد منه واشتل لغايه ما ملالي السطح. وهنا فلفل كتير، انا مليت السطح فلفل السنه دي. ايه رايكم في الجمال ده ما شاء الله اهو. خير سطحنا. اللهم صل على سيدنا محمد. من حاجات بسيطه ممكن الواحد يعملها. والشجر ده حبايبي انا موقفاه في البلكونات عشان يدار عليا، حتى يبقى شكله حلو ويدار عليا جوه محدش يشوفني. بالنظام ده انا عاملاه على السطح موقفاه في البلكونات عشان محدش يشوفني وانا قاعده جوه، يشوف الخضره بس. بصوا بالطريقه الحلوه دي اهي. ومدي منظر جميل، كل اللي يشوف البيت من بره يقول ايه الجمال ده. كل بلكونه فيها شجرتين. هنا شجره الورد يا حبايبي، وقعت الورق بتاعها القديم وهتبتدي بقى ايه تطلع ورد وتطلع ورق جديد. هبص بالطريقه دي، الورق الصغير ده طلع جديد، طلع جديد يا حبايبي اهو. الورد البلد بيطلع في الصيف اكتر. كان معاها ورق ايه قديم وقع كله وابتدت بقى ايه تطلع ورق جديد اهي. بصوا اهي. وهنا شجره الليمون طبعا ما شاء الله رخرة اهي. اللهم صل على النبي. خير سطحنا فيه كل حاجه جميله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
بصوا يا حبايبي، انا حبيت اوريكم الباميه وجمالها عشان تزرعوها. انا زي ما قلت لكم انا عاجبني الباميه جدا، وحاجات نضيفها ازاي، ولا حشره ولا اي حاجه. بصوا اهو اهو يا حبايبي. طبعا بقى زي ما قلت لكم الفلفل الاخضر نضيفها مطلع نوار اهو الفلفل. هنبتدي بقى ان شاء الله ناخد منه في الصيف، ولا نروح نشتري في السوق ولا حاجه. انا حبيت اوريكم الفيديو ده عشان يا حبايبي تشجعوا. حاجات بسيطه جدا ممكن تزرعها في البلكونه وانت قاعده تتسلش اهو. وان شاء الله لما الباميه تنور هبقى خطوه خطوه معاكم واوريكم ايه خير سطحنا شكله ايه. طبعا يا حبايبي انا بشكر كل متابعيني، وبشكر كل حبايبي اللي على القناه، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين وتقعدوا لها بخير يا رب، تقعدوا لها بخير يا رب، واديكم اللي نفسكم فيه يا رب حاجه النبي ويسعدكم. واقول لكم حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا كل حبايبي، ربنا يديكم اللي نفسكم فيه.